الو السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا النهار 5/3 في مدينه مونهايم. مونهايم ام راين. نظمنا فيه هذا الحفل التشريف والتكريم تاع الناس اللي مهم ما كانش ابكم اللي تسني قبل 60 عام وبه درنا كنوز صغيره وبه ان شاء الله تمكنا باش نجاة تابو تحضر معنا في هذا الحفل. وان شاء الله غادي يكون في تكريم الناس اللي قدام في المانيا اللي في الستينات السبعينات دخلوا، غادي نكرموا بهم وغادي نرحبوا بهم ونشكروا كاع اللي ساهموا في هذا الفرح واللي ساهموا في هذه المناسبه. كنشكروا البنك الشعبي، كنشكروا القنصليه تاع ديسلدورف، نشكروها بزاف، ونشكروا ما نساوش الاملي بن تي في، ما نساوش هما الحمد لله دائما معنا. ونتمناو هذا الحفل يفوت كلشي زوين ويفوت كلشي بخير وعلى خير، وان شاء الله يكون الانطلاق تاع الحفل الان. ونتمناو نكونوا في مستوى، ونتمناو نقدموا الثقافه ونقدموا الكلتور تاع المغاربه ونقدموا الفن تاع المغرب ان شاء الله يا ربي. وشكرا وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله كل شيء. ميرسي. السلام عليكم. معكم حموده قناوي من مدينه الصويره. كنقول لكم تابعونا سور فيسبوك وانستغرام على القناه ديالنا بغيت تم بن زايد، وفيها بزاف ما يتشاف. مرحبا. الصلاة ولا بنا محمدي يا رسول الله محمدي، صلاة ولا بنا محمدي يا رسول الله محمدي. صلاة ولا بنا يا العربي يا رسول الله محمد، صلاة ولا بنا يا العربي يا رسول الله محمد، صلاة ولا بنا محمد يا رسول الله محمد. اليوم احنا موجودين هنا في مونهايم، دعوه من جمعيه مونهايم لتشكر على الحفل الممتاز اللي جا من نفس الوقت مع حفل 60 سنه ديال التعاون الالماني المغربي. وبهذه المناسبه تشكر كل الناس اللي اثروا وعاونوا هذه الجمعيه باش تنجح هذا الحفل اللي تشارك فيه الان الفنانه والمطربه المغربيه الكبيره نجاة تابو. وتشكروا بهذه المناسبه البنك الشعبي اللي دائما ما تنساش الزبائن تاعو، ما تنساش اعضاء الجاليه المغربيه، لانهم تقوموا بواحد الدور كبير باش يوصلوا جميع المعلومات حول البنوك المغربيه عامه والبنك الشعبي خاصه. وشكرا لكم على الدعوه الكريمه وتحياتي وحفل سعيد للجميع. اليوم معنا بالصبر لان عندنا 3 تلميذات وخدامين ومع ذلك شادين في العمل الجمعوي، وكنتمناو من الناس انهم يخدموا معنا حتى هنايا. نذكر بالذكر ان السي رشيد مشى فرقه كامله من مونهايم حتى المغرب، ربما يقدر يحكي لنا شويه. دينا فرقه في مونهايم بلاد الصغار، كان المهم من 13 عام. مشينا 20 برني و10 ناس كبار، مشينا عند الله وشافوا من مراكش وجاو من المغرب. كانت اكيد بدايه الانطلاق ديالنا الحمد لله، وعطينا واحد الصوره مزيانه للمغرب. ان شاء الله باغي نصبروا في الطريق وباغي نقولوا ان المغرب عندنا ما تعطيو، عندنا ثقافه مزيانه، وهذا هو الهدف ديالنا دابا في هذه الساعه اللي نهدف فيها ان شاء الله. كاين شي مجهود اكبر من هذا اللي دمج الثقافات؟ سوبر دانك شكرا. شكرا كمال، شكرا أخوش. Wir in Monheim e.V. braucht Unterstützung, Support. باش يكونوا هاد الحفلات ناجحين يسموها ديالكم، ja, ohne eure Hilfe geht nicht. Das heißt, sonst gibt es nicht mehr solche Veranstaltungen. Deshalb brauchen wir eure Unterstützung. Samira, was ist deine Botschaft? Der sagenhafte Publikum hier, das sagt schon alles. Vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Shukran wa marhaba bikum und tulahikum
السلام عليكم متابعين قناه تي في. معنا اليوم فاعله جمعويه هي حفظ مدينه مونهايم. كلمه على التعاون الخاطر. السلام عليكم، شكرا لكم على هذا الحفل المميز اللي نظمته في مونهايم. كان حفل مميز باستضافه الفنانه المعروفه نجاة عتابو. برنامج مميز بمناسبه السنه 60 سنه على هجره المغاربه الى المانيا، وكنتمنى تكون نفس هذه المناسبات مدن اخرى ويكون واحد التعاون مشترك ونكونوا يد بيد ونوصلوا ان شاء الله نكونوا في كل بلاصه متواجدين ويكون رابطه مغربيه ممثله من جميع الجنسيات. شكرا. المغربي يكون راه باخبار كي جاك الجو هنايا انتم الناس ديال مونهايم تقولوا على الطيب على كل شيء. شكرا لك. كما كنقولوا شكرا الاخ نبيل على هذه الاستضافه ديالنا في هذه القناه ام اللي بنتفا. شكرا لك بزاف. وبالنسبه لنورد غاين فيستفالن عندهم يعني جو مغربي اكثر من مانهايم يعني، ولكن اش غنقول عندكم شارع مغربي معروف يعني كيختلف على مانهايم. وتبارك الله عليكم وكنتمنى لكم المزيد ويكون حضور مغربي اكبر ومناسبات كبيره، وحنا غنكونوا دائما معكم وداعمينكم لا في السوشيال ميديا ولا في من خلال العمل الجمعيه ديالنا جمعيه البيت العربي. شكرا خصوصيه مرحبا بك معنا في مونهايم وان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم. أنا جيت عام 1972 والوقت هذاك حسيت براسي اوكي. الواحد ملي كيجي اول نهار لهاد اللغه ما كتعرفش، ولاني كان حماس بانني نتعلم اللغه. كانوا الناس الالمانيين دامالس ماشي بحال اليوم. الناس كانوا زعما هيلف صغار كيبغيو يعاونوك كيعلموك اللغه كيهضروا معاك. انا داكشي كنت نعرف الفرونسي كيهزو الموس يقول لك هذا ميسا يهزو فرشيت يقول لك das ist eine Gabe und die haben mich so aufgenommen wie ihre eigenes. يعني استعملوني بحال وحده من ولادهم. الانسان كان صغير ديك الساعه فاش جا لالمانيا وزعما الاستقبال كان ما عندي ما نقول فيه. يعني هذاك الوقت وهذا ما عنده حتى غلط. يعني الانسان دابا كيحس براسو eine Fremde. Aber damals nicht. ذاك الوقت فاش جينا كان الناس محبوبين، كان كل واحد كيفرح بينا، كلشي كيبغي يعاونك، كلشي كيستقبلك بواحد الاستقبال راه متصورش، كيدوك بحال بنتهم ولا ما عرفتيش شي كلمه زعما يقولوها لي بغيتي تعاونوك. انا شخصيا الناس علموني من الاول كيفاش نعمر الكرسي ديالي وكيقولوا لي انت شوفي انت باقا صغيره خصك تعرفي تعمري وراقك بوحدك، ماشي خصك تبقى ديما تسولي شي واحد وما تعرفش اللغه. والحمد لله عشنا معاهم وقبلنا وانا تنشكرهم بزاف. واخا كاين شي وحدين اللي عاونوني ماتوا الله يرحمهم، واخا يقول لك نصراني كتقول لي ويني انا عندي الله يرحمهم ساعات لهم لانهم اش غنقول لك لقيت المساعده منهم بزاف. هذاك الشيء علاش هو شي ما نقول. السلام عليكم. الاسم ديالي عبد الله مقيم في دوزلدورف، وجينا هذا الحفل ديال في مونهايم مع الاخ نبيل ومع حفل جميل. وكنشكر الناس الجاليه المغربيه في مدينه دوزلدورف وبالاخص الاخ نبيل، وكنشكروا الجمعيه ديال دوزلدورف. الحمد لله حفل كبير هنا. كنشكروا بالاخص ملف تي في والاخ نبيل. الاخ نبيل زعما انسان ومدينه دوزلدورف. الحمد لله انا جاليه راه مغربيه كبيره ياسر والله الحمد لله. وكنشكروا الناس وديما ماصه ديما المغرب فاسي. شي كلمه. السلام عليكم.
عليكم.